أنا بالنسبة لي أنا المسألة ليست أن تغطي وجهك ولا تغطي وجهك، المسألة هي مسألة كيف نعالج هذه المسائل اليوم في مجتمع تعددي ديمقراطي. فما حاجتين ثم حلول. الأمريكان لقاو حل ممتاز. لو مورمون هذا سلفيين قالوا لهم برا عيشوا في رقعة جغرافية، برا عملوا بلاد وحدكم. احنا الناس اللي يحبوا يعيشوا على الماضي ويحبوا يفرضوا على الأغلبية، فما بلاصة والله يختارون بلاصة في تونس، علاش لا؟ ويعيشوا كلهم ولاد تونس وتوانسه. اما انت مش تجي تفرض علي انا مطح عيش تعودت عليه منذ على الاقل العهد الاغلبي. احنا في العهد الاغلبي كنا نعرسوا، كنا نمشيو ناكل عقبر الميت. معناها اليوم مش تبدل لي انت تراث وحضاره متوسطين، انا متوسط. اليوم مش سوف تفسخ الشاشير اللي نلبسها التوانسه هي شاشيه رومانيه، نلقاها انا في الفسيفساء الرومانيه. التونسي عنده شاشيه منذ العصر الروماني، انه مش تحيلي شاشيتي هذيك نتاعي. الجبه التونسيه فهمت موجوده في الفسيفساء الرومانيه، تحب تنحيها لي. القمجه نتاع المراه جايه من اللاتينيه كاميسيا، قمجه. قمجتنا كانوا نسانا يلبسوها بالعهد الروماني لا تونو. اليوم مش تحيني هذا الكل، مش تبدل لي نمط حياتي. اخي المسلمين كي جاوا في القرن السابع في الفتح الاسلاميه بدلوا نظام الحياه. انا عندي فتوى، سامحني باش نكمل، عندي فتوى لابو الحسن القادسي، لا سامحني، حتى بان اولاد المسلمين كانوا يحتفلون بالابنداس واعياد المسيحيين وتواصل الاعياد. احنا اليوم في سوسه نعملوا اوسو نحتفلوا مش كنا نحتفلوا بديونيزوس ليبرباتير حامي مدينه سوسه. احنا عندنا في قريه مخور الساحل زينو العظم باك كريتيان. اليوم مش نحيلي تاريخي، مش نحيلي تراكمات تاريخيه، مش نحيلي هويتي، كان مش نحيلي هذا وتفرض عليا. هو عندنا شويه في الصحراء تشبه للبيئه السعوديه، واضح، تفضلوا يعيشوا فين؟ وانتم احرار.